هاتي معلقتين دقيق ومعلقة كاكاو وتعالي نعمل مع بعض حلا اخر الليل، حاجة سهلة وبسيطة هنعملها في الطواجن للولاد بعددنا. تمام، هنحط في كل طاجن معلقتين دقيق وهنحط معلقتين سكر مش مليانين قوي في كل طاجن. المكونات واحدة لكل الطاجن، فاهمين؟ تمام، ونحط معلقة كاكاو. تمام، هنقلب بقى المكونات كلها كده مع بعضها. وهنحط لكل طاجن معلقة صغيرة بيكنج باودر، لكل طاجن معلقة صغيرة بيكنج باودر. تمام، تمام. هنقلب بقى كده كل المكونات الدافئة مع بعضها. هحط في كل طاجن مع المكونات معلقة زيت، لكل طاجن معلقة زيت. تمام، وبعدين هنحط لكل طاجن نص فنجان لبن، الفنجان اللي هو ده نص فنجان لبن. تمام، ده للطاجن الاول. خلاص كده حطينا لكل طاجن نص كوبايه، نص فنجان لبن او حليب، وهندخلهم الفرن. تمام، هندخلهم الفرن لمده 15 دقيقه ونطلعهم نزينهم باي حاجه عندنا، التزيين اللي يعجبكم. خلاص كده طلعت، احنا كده ايه، نغزناهم كده بأي حاجة، بخلة، بسكينة، بأي حاجة عندك. تمام، عشان يشربوا، بس هنحط لهم اللبن ويشربوا. هنسقيهم بقى لبن. تمام، هنسقسقهم كده باللبن، وبعدين انا عامله لهم صوص شوكولاته. هنحط لهم صوص شوكولاته. تمام، وهنزينهم ببسكوت اللوتس. تمام، تمام. خلاص كده بس كده، وهنزين ببسكوت لوتس.
وزينا كده ببسكوت لوتس. تمام. وفتفتنا شوية كده كسرناهم. اي حاجة عندك بقى تزيني بيها. تمام كده. حالة سهلة وسريعة تعمليها للولاد اخر الليل، جميلة، وتبقي روقتي عليهم بحاجة بسيطة ومكونات من البيت، ما كلفتيش نفسك، ما جبتيش حاجة من بره كتير. تمام. وبكده الشكل النهائي. تقدميها بقى مع عصير، عملنا تانج. تمام. وتقدميها مع عصير او اي حاجة بقى، وتروقي على ولادك كده بحاجة سهلة وبسيطة ومكوناتها من البيت. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وانتظروا مننا كل جديد، وصفات سهلة وسريعة وبمكونات من البيت. كنت معاكم رحاب حسين.